هل سمعتم من قبل عن أخطر سحر في العالم؟ إنه سحر الفودو، أو كما يسميه البعض سحر الدمية. يعتبر سحر الفودو الإفريقي من أشد وأخطر أنواع السحر، وهو متأصل في غرب إفريقيا، ويمارس هذا السحر في أجزاء من منطقة الكاريبي، خاصة في هايتي المعروفة بممارسة سحر الفودو. وسحر الفودو نوع من أنواع السحر الأسود القاتل، حيث يقوم كل من يمارسه باستخدام الجن والشياطين لخدمتهم في أمور السحر. ويعتبر سحر الفودو فتاكا للغاية، وفي الآونة الأخيرة شهد انتشارا في أصقاع العالم، كما جرى مزج طقوسه مع غيرها من طقوس السحر الأسود. دعونا نشرح لكم كيف يقومون بسحر الفودو. أول شيء تستخدم الملابس والشعر والمسامير والصورة الشخصية لصنع دمية تجسد الضحية، طبعا مع إبقاء منطقة القلب من الدمية مفتوحة للطقوس النهائية. وكانت الطقوس تقتضي بنزع القلب وإخراجه من جسد الحيوانات الحية ثم وضعه في منطقة قلب الدمية، ويقصد من هذه الخطوة ربط الدمية مع الضحية معا بخيط نفسي غير مرئي. ودمية الفودو كما هو معروف للبعض مجرد دمية تصنعها من أي شيء في متناول يدك، حتى لو كان مجموعة من القش. تلبسها ملابس قماشية ثم تضم إلى هذا كله شيئا من الشخص الذي تريد التأثير عليه بدمية الفودو، مثل شعرة أو قطرات من دمه أو ربما أظافره. بعد أن تصنع الدمية ستمسكها وستبدأ في ترديد طقوس وأناشيد الفودو، والتي يجب أن تكون مؤمنا بها إيمانا مطلقا، وإلا فلا داعي لإضاعة الوقت. ثم ستحضر مجموعة من الإبر الطويلة لتبدأ اللعب بدمية الفودو وتغرس فيها تلك الإبر، فكل منطقة تغرس فيها الإبر تشكل آلاما أو مرضا للشخص المسحور، فعند غرسها في صدرها يحس المسحور بضيق في التنفس، وأما الرأس فيصاب الشخص بالصداع والوساويس. وكل منطقة من الدمية تغرس فيها الإبر كأنك تغرسها في جسم الشخص المسحور، ويمكنك التحكم في تصرفاته أو تعذيبه أو حتى قتله وفقا لقوتك الروحية وتمكينك من طقوس الفودو. وكل هذا طبعا يعتبر شركا بالله الواحد الأحد. إذا عشتم تجربة السحر من قبل، اكتبها لنا في التعليقات لنعيش معك كل ما مررت به. إذا وصلتم إلى هنا، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك، لتستمر قناتنا بنشر كل ما هو جديد.